مرحبا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وتسعدون. هذا الفيديو رمضان كريم عليكم. تعالوا نسوي زلابية سهلة وبسيطة ومضبوطة 100%. اول شي مرحلة التخمير، عندنا كوب طحين نحتاج، وخاشوقة شكر وخمرة وكوب ونص مي. بعدها راح نخلط هذه المكونات ونتركها تختمر تقريبا ساعة او نص ساعة حسب من تشوفون راح تختمر عندكم. حبايبي وطريقكم لايك للفيديو وشاركوا الفيديو. بما انه رجعنا للقناة حتى ابدي انشر لكم بعد اكثر واكثر اتحفز. بعد ما تركناها تختمر حضيف لها كوب نشا وكوب طحين ونص كوب مي، كل المقادير دا تطلع عندكم بالشاشة. ابدي اخلطهم، بعدها اتركها تختمر نص ساعة تقريبا. وتقدرون تضيفون بعد ما تختمر تضيفوا لها ملعقة كاستر او خاشوقة كاستر، هذا حتى يعطيها اللون الذهبي الحلو. هذا الشي عائد لكم طبعا ورغبتكم، اذا ما تحبون عادي لا تضيفوا لها. هذا الشكل بعد ما اختمرت. بعدها باي علبة او بطل نظيف ابدي اضيفه به الخليط، وعلى زيت حامي على نار هادئة ابدي اشكل هذه الطريقة الزلابية. طبعا حبايبي هنا أنا ماما حبت تساعدني وتشارك وياي بالفيديو، كل الشكر إلها. بعد ما تاخذ الزلابية هذا اللون الذهبي الحلو نبدي نضيفها بشيرة ثخينة. مقادير الشيرة هي كل كوبين شكر وكوب مي، أعوفهم لحد ما تثخن. هسه تقول ليش الزلابية تعجن عندنا أو تكون لينة؟ السبب إنه الشيرة تكون يعني شلون نقولكم تكون خفيفة ما تكون ثخينة، لذلك الزلابية راح تعجن. وبس هذه هي زلابيتنا. اتمنى تعجبكم، ولا تنسونا بنهاية الفيديو بلايك والاشتراك بالقناة. دمتم بحفظ الله، مع الف سلامة، باي باي.